أعزائنا المتابعين، أعزائنا المشاهدين، واحتفالية رد الجميل مع تكريم أسر شهداء الإرهاب وشهداء مدينة نجع حمادي وقراها والنائب مجد طبي. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا بيك. عارفين بنفسك؟ أمل صبري ناشد، موجه تربية اجتماعية ومشتركة في قناة الساعة. أمل لمعي، موجه تربية دينية ومشتركة في الملحمة بتاعت النهاردة. كلمونا عن فعالية النهارده بقى. النهارده فعالية احنا كنا شغالين عليها كتير، شغالين لنا وقت طويل من بدري بقى. من بدري، وكان في بروفا وتنظيم وتنسيق والمكان والأعداد والضيوف والشهداء، وقعدنا برضو نعمل اتصالاتنا بأسر الشهداء ونتعرف عليهم، نتعرف على كل شهيد قصته كانت ايه. لا ده كان عبارة عن ملحمة بجد، فريق عمل يعني متكامل كان. لا وكانت محتاجة كانت كمان وقت أكتر، بس احنا أنجزنا بسرعة. لأن كل أسر الشهداء في أماكن مختلفة، هي أوكي جوه نجع حمادي وحدودها، بس إيه لحد ما نتوصل إليها بيبقى صعب. بس الحمد لله جمعنا كل الشهداء بتوع نجع حمادي، وتهيألي النهارده مبسوطين وفرحانين، والحفلة والفعالية نجحت وإحنا مبسوطين، وتعبنا ولقينا تعبنا والحمد لله نشكر ربنا. طبعا أنا مبسوطة فرحانة خالص النهاردة، لأن أنا في حاجات كتير ما كنتش أعرفها عن طريق الشهداء دي، وربنا أراد إن احنا تعرفنا على القصص بتاعتهم. حاجات تشرف وحاجات تطور رقبتنا، وبنرد بنقول ان احنا ورا السياسه، ورا الناس السياديه اللي فوق، واحنا برضو بنقول فينا خط احمر، والشهداء دي لا يمكن دم هيضيع كده ببلاش، وهنفضل احنا مكملين وراهم. هم ادونا الثمن واحنا بنكمل برضو، واحنا عايشين بفضلهم هم، وربنا يصبر كل والديهم، وهم ليهم شفيع في السماء اكيد. ومبسوطين خالص، ونشكر النائب ماجد ان هو ادانا فرصه للحاجات الحلوه دي، ونشكر كل الموجودين. طبعا كان في فريق انا فرد صغير فيه، ولكن في فريق كبير خالص كان شغال، تواصل مع الناس وتواصل معاهم اكتر واكتر، وعرفنا حاجات كتير خالص، ومبسوطين جدا. وشكرا خالص على تعب كل اللي شارك، وربنا يدي الناس كلها الفرح ان شاء الله.